الجو برد جدا اليومين دول، والفراخ حالتها صعبة، فيروسات عمالة تقلب عليها، كل الناس بتشتكي من الموضوع ده. جيت اشوف الفراخ بتاعتي اهم مقنتخين، قلبين السقايات والعلافات، مبهدلين الدنيا اهم. هما اللهم بارك النهارده عمرهم 30 يوم النهارده. والله يا جماعه خايفه اسيبهم، عايزه اذبح، بس انا عايزه اخد اوزان كبيره، لان المره دي انا عايزه اخد صدور كويسه، اعرف اعمل منها بانيه، اعرف اعمل منها، انتوا عارفين رمضان عايز نواشف. بس الفراخ حالتها مش احسن حاجه. تقليب الفيروسات اليومين دول مخلي حال الفراخ كلها صعبه، مدمعين هم. مش عارفه، شايفين واحد واحد نايم خلصان اهوت، مش عارفه ماله. اللي هو انت بتعملي فراخ كل حاجه، وبرده هو نظام الفراخ البيضه بختك يا ابو بخيت زي ما بيقولوا. تديكي اوزان كويسه، ساعات تغدر بيكي، ساعات محدش عارف وضعهم عامل ازاي. طبعا في الايام دي افضل حل انك تعمليه طول الوقت تحط لهم شاي بريفو، لان هم مفيش عرض معين ممكن تقولي ان هو عندهم، مره بردانين، مره مدمعين، مره ما انتش عارفه. في واحد بيعطس هناك اهوت، مش عارفه، وصلوا عمر 30 يوم وانا عايزه اسيبهم شويه كمان، لانه لسه فيهم وزن صغير اهوت، مش كلهم كبار. فالحل الوحيد في الموضوع ده بحط لهم شاي بريفو وسقوه ميه، وبعد كده بحط لهم 1 سنتي من اميولانت اهو، رافع مناعه، يرفع مناعتهم. اميولانت ده بشري، دواء بشري، تحط لهم 1 سنتي على لتر الميه، يرفع من المناعه بتاعتهم. وتتابعيهم، ترش لهم الجير بتاعهم اول باول علشان يسحب اي روايح واي رطوبه موجوده في المكان اللي انت فيه. وسقوه الميه طبعا عشان غسيل الكلى زي ما احنا قلنا، وطول الوقت تعملي كده وبس، ما عندكيش اي حل تاني تعملي غير كده، وربنا هو الحافظ. توكلي على الله وما تشغليش بالك بيهم. اي حد بيربي فراخ لازم يعمل كده، الفراخ البيضه بالذات لازم تعمل معاهم كده. وطبعا تقليب الفيروسات ده على كل الفراخ. هصور معاكم الفراخ البلدي وهوريكم وضعها برضو مش قد كده، عشان تقليب الفيروسات اليومين دول الجو مش كويس خالص.